اليوم باخذكم معايا بأفضل وأكبر مدينة ملاهي في هولندا التي تسمى بالإفتلينغ. هذه المدينة فيها ألعاب خطيرة، فيها ألعاب خفيفة للأطفال كمان، فيها مطاعم وفيها كل شيء. أنا قد زرتها أكثر من مرة في الصيف، ولكن هذه المرة راح أزورها في الشتاء في الوقت البارد، فراح تكون تجربة مختلفة وراح أخذكم معايا. فقبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسى تعمل لايك وشير واكتب لنا في التعليقات إذا زرتها من قبل وإيش أفضل لعبة لعبتها هناك. Zo, als het uitkomt is het goed en als het niet uitkomt is het goed. Ik zal je zeggen, als je kamer goed vindt. والآن قربنا نوصل لعند البوابة، خلاص بس نعمل تشيكن وندخل. الجو جميل اليوم، صح انه شوية برد بس مع الشمس يعكس لك الجو يعني كذا خفيف لطيف. واكيد ضروري تلبس الجاكيت حقك عشان بعدين راح يزيد البرد. De Efteling is rookvrij. Roken is uitsluitend toegestaan in de Havenische rookzones. Dit gaat ook voor drugs en andere tabaksproducten. De rookzones liggen op de balkon en in de Efteling. Zouden zo in het vliegtuig als steward. دخلنا المتجر حقهم اللي يبيعوا فيه أشياء الإفتلينغ. فأول ما تدخل من البوابة تلقيه على طول، يعني يبيعوا أشياء يعني بالبراند تبع الإفتلينغ. فإذا تشتري شيء تذكاري تجي تاخذه من هنا. تدخل هنا، إيش في معهم؟ ما في ولا أي شيء. وكمان معاهم هوتل داخل الحديقة نفسها، ففيك تيجي هنا تستأجر. يعني إذا أنت مثلا جاي من دولة ثانية على هولندا وحاب تجي على الإفتلينغ، تجي تاخذها يوم تلعب، ترجع اليوم الثاني أو بالليل تنام وتواصل اليوم الثاني، لأن الحديقة كبيرة جدا فيحتاج لها أقل شيء يومين. كمان للمعلومية أنا جاي الآن بفصل الشتاء، يعني اللي هو خلاص صح تشوف إنه في شمس بس الآن لأنه الصباح. فهذا الفيديو راح يكون أكثر عن الشتاء، يعني الإفتلينغ بالشتاء. ففي ألعاب يفتحوها بالشتاء أكثر غير عن الصيف، وفي الألعاب اللي بتكون بالصيف تكون موجودة بس تكون ممكن بعض الأحيان موقفينها لأنه يكون البرد قوي. ونفس ما تشوفوا درجة الحرارة 4، فالجو بارد يعتبر، فاحتاج تجيب جاكيتك معاك وجلوفز أكيد، لأنه حتى بعدين راح تنزل درجة الحرارة سالب 1. يعني لازم أمور طيبة تجيب جلوفز معاك وقت الشتاء. حتى لو تتزلج لازم تجيب معاك جلوفز، يفضل أو تشتريها من هناك بس راح يكون أكيد غالي. فأمورك طيبة من البداية تكون عشان تيجي تستمتع. وكمان بنهاية الفيديو راح أقول لك هل الإفتلينغ أفضل بالشتاء أو بالصيف، فتابعنا للنهاية. فيفضل إنك تجهز وجبتك المفضلة مع المشروب المفضل تبعك وتشاهد الفيديو للنهاية ونستمتع مع بعض. خارج برد، فراح ندخل كذا مكان دافئ نتدفى ونشوف ايش الاشياء اللي عندهم. هذا المكان يعتبر في مكان هدايا، يعني نفس تشتري هدايا مثلا كتب للأطفال، شنط، أو مثلا إيش هذا شنطة هذه الأنواع يعني بالأخير عندهم.
بالاشكال الكرتونيه يعني. فمثلا في عندهم اشكال كرتون، مثلا هذا يكون عندهم كرتون وموجود هنا، فيجوا الاطفال ويشتروا من هذا الاشياء. شوف حتى عندهم هذا تبع هاري بورتر ممكن، ولا ايش؟ ولا تكون عندهم ساحرة او ديناصورات. فالمحل دافي مرة. الآن دخلنا على أول لعبة اللي هي تشوف فيديو 3D ويلبسوك نظارة. فالوضع تجلس على كرسي وتمشي. وكذا يكون خلص الفيلم. والجو والله بصراحة أعطيه 8/10 لأنه كان في 3D وفي بخاخات وما يرش عليك، فيعتبر كويس جدا. ولما تخرج من عند الفيلم يعني في اشياء للاطفال فيهم يلعبوا هنا. هذا الاشياء كانت بالفيلم، يعني في اشياء بالفيلم موجوده، فتخرج من هناك يعني مثلا مثلا الدب والبند. حاطين بالإفتلينج او بالحديقه مكان اسمه ستولت روم، مكان للهدوء اللي الشيء مثلا يصلي او يرتاح. فمكان نظيف جدا. في مكان حتى كنت تتوظف فيه، تجي هنا نظيف يعني جدا وهادئ. حتى أنا ممكن لازم ما أتكلم كثير، فنجي نصلي هنا ظهر وعصر وبعدين ننطلق. ولقيت مكان كذا نظيف، شيء محترم، قد بدخله مش داري ايش فيه، بس اتوقع انه هو كأنه يا هو مطعم فاخر من الآخر. والله شكله مطعم، لما تيجي تشوفه مطعم فاخر من الآخر. هل حندخل ناخذ لفة ولا أقول لك خلي احنا نخرج بعدين نرجع نتغدى هنا؟ الحين نبدأ نشوف الألعاب. هذا الحين وصلنا نشوف الأماكن كيف هي. هذيك اللعبة اللي تشوفوها هنا، هذيك تطلع لها فوق تقريبا فوق 70 متر وتشوف الحديقة كاملة، ترجع تنزل. بسم الله.
هذه اللعبة تعتبر أخطر لعبة بالإفتلينج. شوف يطلعوك لا فوق، ترجع تنزل بالثانية أو 3 ثواني لا تحت على طول يعني. شوف، والانتظار عليها تصل إلى 1.5 ساعة، ترجع يقلب فيك. تعتبر من أخطر الألعاب بالإفتلينج. إذا أنت ريال جربها، وإذا أنت مو ريال لا تجربها. وإذا وصلت لهذه اللحظة من الفيديو لا تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واكتب في الكومنتات أي سؤال حاب تعرفه عن الإفتلينج، وأنا إذا أعرف الإجابة راح أجاوبك على طول. وهذه تعتبر أجدد لعبة حاليا عملتها الإفتلينج، اللي هي يسموها لعبة الجنية. يعني لما تدخل لداخل يطلع لك أشباح، يطلع لك ناس يخوفوك. فهذه أجدد لعبة سويتها هذه السنة الإفتلينج، وعليها زحمة الآن. يعني لما تدخل البرنامج ممكن تنتظر 70 دقيقة 60 دقيقة، ما يقارب ساعة. كمان إذا جاي مع عيالك الصغار فيك تلعب هنا، يعني حاطين ألعاب فتحطهم هنا مثلا وتخلهم يلعبوا. في يعني تقريبا فوق 44 لعبة هنا. تقييم لعبة السفينة قد جربت أكثر من مرة، بس أعطيها 6.5. الحلو بالحديقة إنهم حاطين لك برنامج تحمله، ونفس الجي بي اس. يعني أول ما توصل يطلع لك وين أنت. يعني مثلا أنا الآن هنا بهذه المنطقة الزرقاء، وكامل مدة الانتظار حق كل لعبة. يعني مثلا هاي اللعبة 50 دقيقة، وإذا حاب تروح مثلا من مكان لمكان تحط له يمشيك، ولا تروح يمين روح يسار، نفس الجي بي اس. فهذا الشيء ساعدني كثير إن أعرف أتحرك. وأكثر الناس اللي تيجي من أول مرة ما تعرف هذا الشيء، إنه في برنامج لهم، إنه في برنامج فيك تحمله من الأبل ستور أو الجوجل ستور. بس إذا نشوف الآن الفيديو عرفت أول ما توصل الحديقة حمل البرنامج، راح يوفر لك وقت كثير صدقنا. بالنسبة للحمامات، الحمامات موجودة بكل مكان. يعني لو نفس ما قلت لك البرنامج هذاك فيك تفتحه وتكتب له تويليت أو في سي بالهولندي، ويطلع لك أقرب حمام فيك تروح له، يعني من المنطقة اللي أنت فيها. فالحمامات متوفرة ومجانية. وهذه المدينة اللي تشوفوها ورايا هي المدينة الثلجية، فراح نصورها لكم مع بعض. شوف الدخلة كده تحسسك بالأفلام الكرتون حقهم، هذيك فروزن ما فروزن. راح ندخل نشوف إيش الفعاليات اللي يعملوها هناك. هنا في جلسات، راح ندخل في مكان هناك شايفه إنك فيك تتدفى فيه، بس راح نتعلم نتدفى برد. والجميع هنا يتدفى. Ja, het is zover. Mijn aria, sorry Mila, mijn aria. أنا أوكي من ديونغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله برد الحمد لله. Hoe was jullie dag? Gaat goed, gaat goed. Gaat goed? Ja, Alhamdulillah. een beetje mannen geracht en zo, maar gaat goed, ja. يا رستق خان يونس. هنا شافوني جالس أصور بالكاميرا، قالوا طلعونا على اليوتيوب، نطلعهم. وهذه الأجواء الليلية في الإفتلينج بالشتاء. والله برد. Ja, en dan is er ook een tussen. Daar zullen dan waarschijnlijk de meeste. Ja, بهذا البرد يصيرك تدخل تتدفى بأي مكان، بأي مطعم، بأي كوفي. فالحين ندخل هنا، دافئ. خلي الحين كذا نطلب احنا قهوة أو أي شيء، فتشوف كل الشعب هنا. أكيد يحتاج لك مكان تتدفى فيه بهذا الوقت. الحين نطلب احنا شيء كذا نتدفى فيه،
شيء حامي، بيحس ان احنا كذا بزاويه او بطاوله نتدفى وبعدين نرجع نواصل نلعب اكثر. وكمان هنا الإفتلينج ناقلين الثقافه العربيه في الحديقه نفسها، حتى لو تشوف انه عاملين هنا يسموها هذه تبع المسجد القبه، حاطين فكمان اللعبه لما تدخل عليها توري الناس الثقافات العربيه يعني زمان، وكمان يطلع اصوات عربيه يعني. حتى هنا يبيعوا الفوانيس يعني بانواعها كامله، فاللي يخلص من الفعاليات او اللعبه اللي تشرح اكثر عن الثقافه يخرج للمتجر تبعهم، ممكن يعجبه شيء ويشتريه. هذه كمان تبع اللي يعرف يقول بالكومنتات. بصراحة هذا الشيء جميل جدا. تخيل أنت إنه في بالإفتلينج تقريبا سنويا فوق 2 مليون زائر. تخيل لو نقول 8% جاوا يلعبوا هذه اللعبة، يتعرفوا على الثقافات العربية وكذا يكونوا استمتعوا إنه يلعبوا ويتعرفوا على الثقافة. فجميلة جدا من الإفتلينج يفوزوا بهذه النقطة. Ik heb een beetje. وإلى هنا يكون انتهى يومنا وانتهى الفلوج كمان. لا تنسوا تعملوا لايك وشير سبسكرايب، والسلام عليكم.